السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير وما نقصكم حتى شي خير. اليوم انا شاركت معكم الموديلات نتاع الراندا، يعني تكاشط بالراندا. لحقاش في الفيديو السابق قلت لكم الفيديو الجاي غادي نبارطاجي معكم الفيديوهات اللي بالراندا، لان الفيديو السابق كان تكاشط بالسفيفه وبالطرز وبالتنبات. هادشي علاش انني هاد الفيديو هذا غيكون خاص بالموديلات نتاع الراندا، والاغلبيه ديالهم تكاشط، وكاين حتى القميص بالجلابه، ولكن الاغلبيه تكاشط. هنا بارطاجيت معكم الراندا بعده اشكال وبعده الوان، يعني اشكال كثيره ومتنوعه. ان شاء الله غادي تعجبكم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبوكم الموديلات اللي عندي والموديلات اللي كنشارك معكم والموديلات اللي تنخدم، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. اللي مازال ما اشتركتش تفعل زر الجرس تفعل زعما ديك تهبط لتحت تلقى ابوني، دير ابوني وتفعل الزر باش يوصلها اي جديد. المهم، التكيشطات هما هادو كيف ما كتشوفوا، تكيشطات رائعين وزوينين. المهم كيف ما كتشوفوا هنا الصور، ولكن اي موديل تنخدمو في الراندا كيف ما بغا يكون النوع ديالو. اصلا كتجي عندي الكليانه كتجيب لي الموديل وكتقول لي مثلا بغيت نزيد عليه شي تحسينات، بغيت نزيد شي لمسه ديالي، كنزيد ضروري كنزيد اللمسه ديالي على الموديل. ما يمكنش انا كيف ما جابت الموديل غادي نخدمو لها، ضروري كنزيد على الخدمه اللي كتجيب ليا. كاين اللي كتزيد كتقول لك مثلا زيدي لي الغراس في هذه، اولا نقصي ليا من هذه، اولا كل واحد وعلى كيف ما تنقولوا على قد جهدو، كل واحد على قد جيبو. بالاخص التكشيطه كيف ما كتعرفوا دائما التكشيطه كطيح غاليه، لان التكشيطه كتهز الخدمه بزاف، يعني لا في الوقت ولا في الخدمه. كاين اللي كيخدم بالصم، كاين اللي كيخدمها عاديه بحال هذه كيف ما كتشوفوا مخدومه بالصم، وعاد مخدومين دوك الوريضات مخدومين بالحرير، وحنا كنمزجوا ما بين الحرير وما بين الصم، تيجي صراحه رائع. وكيف ما كتشوفوا عاوتاني هاد التكشيطه هادي كتشوفها راه محلوله غير من تحت نص الطوق، يعني هذه خفيفه، يعني ثوب جوهره. القفطان جوهره، وحتى الفوقيه الفوقاني حتى هو جوهره. هذه حتى هي بالصم البنات، يعني كيف ما كتشوفوا هذه رافيه، كيف ما كتشوفوا الخدمه متقونه، كتجي رائعه، كتجي غزاله. وعاد كيف ما قلت لك ديك الوريدات كيتخدموا بالحرير. كل واحد شنو هاد سميتو غير دازت ليا هاد الجلابه هادي، ما عرفتش كيفاش تدازت ليا. المهم كاين شي موديلات هنايا راه كليكيت عليهم ملي كنت كنمونطي، هادشي علاش دازو ليا بياسات هنا خفافين. اما اغلبيه كنت انا اصلا مركزه غير على سميتو غير على التكشيطه، باش انني نوريكم التكشيطه بالراندا كيفاش داير. كيف ما كتشوفوا حتى هذه دو بياس. كتشوفوا ان القميص التحتاني نص الطوق مخدوم بالراندا، وعاد الفوقاني فيه غير التضريس، هذه غير خفيفه. يعني كل موديل وكيفاش داير. هذه خلاص حتى هي بالصم، وفيها دوك الوريضات بالحرير، وداك الحرير في اللون ديال الفوقيه ديال الشامير نتاع التكشيطه، وكل في، يعني حتى هنا كول في، يعني اللون في اللون. هذه تكشيطه اللون في اللون في القرونه. كل كيف ما قلت لكم الناس راهم اذواق، كل واحد والشكل ديال اللي كيبغي، كل واحد والنوع اللي تيبغي. يعني صراحه هكا التليجه ولا الحرير ولا ما كيتخدم بالراندا كيجي شي حاجه اللي هي راقيه وكيجي زوين، واخا كيدخل فيه اللون وهكذا. واخا انا كنفضل دائما يكون اللون في اللون، اولا اللون والديكرادي ديال اللون، حيت ما كيطيموضاش. ولكن فاش كتكون شي حاجه د لاصوا اولا كتكون شي حاجه ديال الحرير ولا هذا، صراحه ما عمره ما كيطيموضا، واخا كتدخلي فيه اللون كيجي شي حاجه اللي هي راقيه. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا راه الصم هذاك اللي باش مخدومه ديك البياسه اللي دازت. هذه غير سميتو هذا ثوب عادي، يعني مخدوم حتى هو بالراندا. هانتوما هذا اللي قلت لكم، هذا واخا يتخدم باللون ما عمره ما يطيموض، لحقاش الثوب اصلا غالي والخدمه حتى هي غاليه. اصلا بحال هاد الخدمه هادي راه كتقدري تضربي فيها حتى 3 شهور ولا اكثر، يا ربي غير تساليها. هادشي الا كان عندك العوين، يعني عندك اللي لاقي لك اللي يعاونك في التدريس لهذا، ويكون عندك الوقت انك تجلسي على البياسه تساليها. راكم عارفين الخدمه فاش كتخدم بالحرير بالرقيق، يعني كتاخذ لك الوقت بزاف. اما فاش كتخدميها بالغليظ راه من طبيعه الحال كتاخذش الوقت، ولكن ماشي الخدمه ديال الرقيق هي الخدمه ديال الغليظ. دائما الخدمه بالحرير الرقيق كتاخذ الوقت، وفي نفس الوقت كتخدميها بالثمن. ما كتخدميها شي مثلا بالثمن ديال، راه الحرير الرقيق ليه ثمن. ولحقاش شحال من وحده كتسولني هنايا كتكون كتخدم الراندا وكتسالني كيوصلني شي تعليق كيقولوا لي مثلا شحال الثمن. بالنسبه للبنات الثمن كيتراوح على حسب المدينه.
كاينه المدينه اصلا كتلقاي مدينه فيها ثمن ومدينه اخرى فيها ثمن، على حسب الصناعه واش كاينه في ديك المدينه ولا ما كايناش، وعلى حسب الحي اللي ساكنه فيه، وعلى حسب الكليان اللي كيجيو عندك. كاينه الكليان اللي كتجي عندك اختي كتكون باغا ثمن مزيان، ما كتشطر معاك ما حتى شي حاجه، كتقول لك اهم حاجه ديري لي خدمه زوينه. وكاينه شي وحده كتكون باغا خدمه زوينه ولكن كتشطر ما كتبغيش تخدم. اختي هذيك اللي كنتي اصلا غتخدميها وتخدميها تنتيا ودايره خدماها كيف ما تقول بعرق كتافك وخدمه بموديل زوين، غطلبي الثمن. لحقاش هي انا كنقول لهم هيا البياسات ديوها، راه بقات عندكم 20 عام وتقطعت، راه نخدمها لكم فابور. تصور كنعطيهم كارونتينا ديال 20 عام. بس كنخدم بالرقيق وعارفه راسي شنو كندير، يعني عارفه خدمتي شنو. لا بقى العمر هادشي بعد اذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، لا بقى لا عمرني ولا عمرهم. المهم حدي في الحياه كنقول لهم ها هي لا تقطعت راه ديالي، راه الثوب كيتقطع والرنده ما كتقطع. قوه ماشي تنشكر لكم راسي، ولكن الخدمه ديالي هي هذه، عارفه راسي شنو تندير. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم اللي يخدم شي خدمه يخدمها متقونه، رحم الله من عمل عملا فاتقنه. بالنسبه للمبتدئات، المبتدئات اللي كتخدموا بنص الثمن وكتبقاو غير كدربزوا، خدموا الخدمه زوينه الله يرضي عليكم وكطلبوا الثمن. المهم راه فعوض ما تخدمي جوج بياسات خدمي غير بياسه. مثلا نخدم واحد البياسه، واحد جوج بياسات ب30,000 ريال، نخدم غير بياسه وحده. فهمتوا؟ نخدم بياسه وحده وناخذ في عندها وقتي ونمشي للكليان اللي مشى يرجع عندي، والكليان اللي مشى يولي يجي يسول فيا. ماشي مثلا نشد الثمن وندربزها ونعطيها لها، راه من طبيعه الحال مره اخرى ما توليش ترجع عندك. فهمتي؟ راه كيف ما تيقول الانسان يخدم المعقول. الصناعه راه بغات المعقول، وما كاينش محسن من الصناعه هكا في الدار بالنسبه للناس اللي ما عندهم لا خدمه برا، ما عندهم لا وظيفه لا والو. احسن يجلس تجلس المراه تخدم البياسه ديالها وتخدمها بالمعقول، وتخدم شويه المعقول. المهم طولت عليكم في هذا الموضوع هذا، ما شرحت لكم لا خدمه لا حتى شي حاجه. كنعتذر منكم. هادشي اللي كاين البنات. الموديلات هما هادو اللي بارطاجيت معكم، ولا تكاشط ولا هاد الموديل صراحه خدمت فيه بزاف. هذا اللي كتشوفوا قدامكم خدمت فيه بزاف، لا في الاشكال ولا في الالوان ولا في هذا. يعني كانوا كيجيبوا لي العام اللي فات هذا الموديل كان ضارب بزاف، ولكن راه ما كيديموطاش. كاين اللي بغاتو بالعقيق، كاين اللي بغاتو سامبل، كاين بحال دابا غير وحده في العائله وراه كتجيب لكختها وبنت خالتها وامها وكذا، كتقول لك صافي راه شافوا الخدمه عجباتهم. هادشي اللي كاين البنات. وما نطولش عليكم الصراحه، طولت بالهضره. كنت اولا ندخل لكم شويه الموسيقى في الفيديو، ولكن دوزتو معكم غير هضره، سمحوا لي بزاف كنعتذر منكم. المهم الا عجبكم الموديلات، لان ها هو هذا بالعقيق كيف ما قلت لكم، هذا الموديل هذا بالعقيق. المهم الا عجبكم الموديلات البنات ما تنساوش اللايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل ومع الاحباب ومع الاصدقاء. اللي مازال ما اشتركتش في القناه اشترك. وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. نقدر حتى هو يكون فيه راندا ما عرفتش. المهم عاد غادي نشوف شنو نبارطاجي معكم. ايوا المهم نتمنى انني نكون خفيفه ظريفه عليكم، ما نكونش كنكثر عليكم بالهضره. والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله، وتصبحوا على خير وتهلاو ليا في راسكم.